بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير، وحشتوني كتير. وشكرا لكل متابع بيحط لي اشتراك واهتم بالكومنتات ولايك واعجابات واللي راح احسن من اللي فات، ولا اللي جاي احسن من اللي فات. النهارده معانا وصفة الخلطة بيضة بالصلصة. بدأنا مكونات الخلطبيطة بالصلصة بنص كيلو لحمة مفرومة، وهو حاطة الحبشتكنات بتاعته عليه لأن في ناس معجبة بالحبشتكنات دي. بطاطس طرنشات، طماطم طرنشات، فلفل، بصل، جزر، كله طرنشات. تقومي جايبة الصينية بتاعتك بقى ورصاهم رصة محترمة كده زي الشطورة اللهلوبة، وتقومي رايحة رصاهم زي رصة الشيش طاووق، رايح جاي رايح جاي، بطاطس، طماطم، فلفل، بصل، شطة، لحمة مفرومة بتتعمل دوار برضو، تبقى طرنشات زيهم كده. ما تنسيش اهم حاجة الاشتراك في يوميات نونا جنى وعمر، ما تنسيش عشان يوصلكوا كل جديد. هنا كنت بوريكم بقى. الصراحة هي مش في مطبخ، عشان الصراحة احنا كنت عند اختي في زيارة ورحت لقيتها بتعمل غدا، قلت لها طب استني اصور الفيديو بقى ده معاكي، بما ان ايه، انا واحد هيصور واحد هيشتغل، اكيد التصوير هيبقى حلو، عشان مش عايزة اي كومنتات مش على هواي. إيه، كانت عملت بقى التتبيله بتاعتها كده، ملح فلفل شطه، حاجات من دي اللي بتتحط عليها. عندك معلقه كاتشب برضو، معلقه صلصه بتقومي حاطه، والزيت اكيد بتاعها، ورصه محترمه كده بنت ناس في الصينيه زي ما انتوا شايفين. الصراحه لقيته فيديو ما يتفوتش، والصراحه كنا معجبين بيه جدا جدا. في الصينيه كان شكله ما شاء الله تحفه اهي. هنا غطيته بقى بالورق الفويل وحطيته على البوتاجاز ياخد كده ايه نص سوا، بعد كده ادخله الفرن. هتبدأ بقى معاكم، عندها رز بسمتي، قامت عاملة الطلبات بتاعته برضو، المكونات بتاعته اللي هتطبخوا معاه هو رز بسمتي بالخضار، طماطم، بصل، بسلة، جزر، شطة، معلقة صلصة، الملح والفلفل بتاعه. اللي ما اشتركش في القناة بقى يا جماعة يشترك ويفعل الجرس كده عشان يوصله كل جديد. عايزين متابعين كده، واللي يعمل شير يا اهل الخير عشان القناة تكبر بكم كده وبدعمكم. بدأنا كده ولوحنا جميع الخضار، ورق اللورة وواحدة الليمون والبسلة وكل حاجة بقى بتاعتها، معلقة سمنة وزيت، نزلنا عليهم بالرز وتقليبة حلوة كده. اهو نسيبهم بقى يتشربوا كده من بعض ونتهدي عليهم يستووا. وده الرز بتاعنا بعد ما استوى، هو والبطاطس الخلطة بيضة بالصلصة. لو عجبكم الفيديو بتاعنا اعملوا لايك واشتراك وكومنت جميل منكم عشان يوصلكوا كل جديد.